ومستقبل البشرية، ولهذا أنا ملتزم بنهجك لدرجة التضحية بحياتي في سبيل الحياة الآخرين. إن شخصيتك إلى قيادة الحزب. اسمي زينب براجي، ولدت عام 1972 في قرية ألنين تابعة لمدينة مالاتيا. أنا أصغر أخوتي 6. بعد إنهاء دراستي الثانوية في مدرسة حيدر باشا المهيمنة الصحية، توظفت في مشفى براجيك الحكومي بمدينة أورفا. وعندما نجحت في امتحانات القبول في كلية التربية والتعليم في جامعة أونينو في مدينة مالاتيا عام 1990، نقلت وظيفتي إلى مشفى مالاتيا الحكومي قسم التصوير والأشعة السينية، وأكملت دراستي للتخريج من قسم التوجيه والإرشاد النفسي، وتزوجت من زميلي في الدراسة الجامعية. تطور اهتمامي بالفكر اليساري والقضية الكردية أثناء دراستي الثانوية، فتعمقت حينها في كثير من الأمور الحياة. وخلال دراستي الجامعية حددت اتجاهي بين الأفكار اليسارية. بدأت أميل إلى نهج الحزب العمال الكردستاني PKK بشكل واضح. لم تكن هناك طليعة أمامنا في النضال الجامعة، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها عائلتي، وهذا ما أخر لدي حسم الأمر والوضوح الفكر لدي. بدأت بالنشاطات التنظيمية بين أبناء الشعب الكردي في مدينة أدنى التركية عام 1994. وقعت أسيرا بين العدو التركي عندما كنت أناضل عام 1995، وعند إطلاق سراحي التحقت مع زوجي بالصفوف غريلا في مدينة ديرسم. فالتقينا الدورة التدريبية في إحدى المعسكرات حزب العمال الكردستاني PKK في مدينة ديرسم عام 1995، لكن زوجي ذهب بعد التدريب إلى مدينة أدنى ليناضل هناك، فاعتقلته قوات المكافحة الإرهاب التركية في نفس العام بعد اشتباك أدى إلى إصابته بجروح. خلال فترة بقائي بين القوات الغريلا في مدينة ديرسم تمكنت من التعرف على شخصيتي واستطعت صقلها بنحو الملحوظ.